الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فمما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. عباد الله، إن من أعظم النعم عليكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وإمام الأصفياء وقدوة الأتقياء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله، أكرم الرسل على الله تعالى، وبعثه الله تعالى بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. أبر بني الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، وفيه ضياء الحق في الكون قد ظهر. فإن كان الله جل جلاله قد من عليك بأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاشكر ربك وحمد واتبع هدي نبيك محمد، فما رؤي هدي خير من هديه ولا سنة أعظم من سنته، فخذوا المختار من هدي المختار صلى الله عليه وسلم، مبتدئين بخلقه ثم دينه وخلقه. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ولا السمين ولا النحيف ولا الأبيض الأمهق يعني شديد البياض ولا الآدم الأسمر، بل كان صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالقطط الذي يعني فيه التواء ولف، وليس بالسبط المسترسل، بل كان بين ذلك. كان شعره صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه، وكان أحيانا يطول شعره فيفلقه فلقتين ويدهنه يوما بعد يوم يتعاهده ويتعاهد نظافته صلى الله عليه وسلم، وربما ضرب الشعر إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي أجمل منه ولا أبهى ولا أحلى. فوأسف على شباب زعموا اتباع هديه وعاداته صلى الله عليه وسلم، ثم تركوا شعورهم بأدرانها وأوساخها وزعموا أنهم يتبعون ويقتفون هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لم يكن في رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب إلا قليل، بل قيل هن معدودات قرابة 20 شعرة، وربما خضب نبيكم صلى الله عليه وسلم شيب رأسه ولحيته أحيانا، يعني صبغها بالحناء والكتم، ويترك أحيانا، بل ربما ترك غالبا، لأن شيبه صلى الله عليه وسلم قليل. وكانت له مكحلة يكحل بها عينه، وجاء في الصحيح
قوله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أما لباسه صلى الله عليه وسلم فكان غالبا ما يلبس القميص وهو مثل ثيابنا هذه، وكان يتوشح أحيانا يعني فوقها مثل المشلح وغيره، وكان يتوشح أحيانا بالثوب القطري وأصله من اليمن ولكنه يأتي من قريب من البحرين آنذاك. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، وكانت إزرته صلى الله عليه وسلم إلى منتصف ساقه صلوات الله وسلامه عليه، فيفرق بين القميص والثياب مثل ثيابنا هذه وبين تلك الإزرة، فالإزرة حكمها سنيتها أن تكون نصف الساق، أما الثوب فأمره أوسع، المهم ألا ينزل عن الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من لباس البياض، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من خير ثيابنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس الحبرة من اللباس، يعني الذي فيه أحمر وأبيض ولكنه يميل إلى الحمرة. ولبس صلى الله عليه وسلم الخاتم، وكان من فضة وله فص، وله خاتم أيضا يختم به الرسائل. كان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، يعني على 3 أسطر في الخاتم. تختم صلى الله عليه وسلم في يمينه، وتختم غيره من الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم، بعضهم عن يمانهم وبعضهم عن يسارهم، كما تختم من صحابته سبطيه الحسن والحسين، تختموا بيسارهم. وكان له صلى الله عليه وسلم من المعدن أيضا سيف فيه ذهب وفضة، وهذا مما يباح في القتال وهذا مما يستدل به أن يباح في القتال أن يستخدم الإنسان ما يرهب به الأعداء، ويبين لهم عظمة اقتصاد المسلمين وقوتهم. فكان صلى الله عليه وسلم له سيف فيه ذهب وفضة، وكان له درعان، وكان صلى الله عليه وسلم له من المعدن درعان، بعضهما إحداهما ظاهر والآخر باطن. كما لبس نبيكم صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه وهو من الحديد يلبسه المحارب. ولبس نبيكم صلى الله عليه وسلم خفين أسودين شديدي السواد أهداهما له النجاشي رحمه الله تعالى، فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. ولبس نبيكم صلى الله عليه وسلم النعل ومشى حافيا، فكان يلبس أحيانا ويحفي أحيانا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نمشي بنعل واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. ولبس نبيكم صلى الله عليه وسلم العمامة البيضاء والخضراء والسوداء، وكانت متوسطة الحجم، وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يسدل طرفها أو ذؤابتها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أما عن مشيه صلى الله عليه وسلم فكان مشيه سريعا خفيفا، كان يقرب بين رجليه سريع الخطى فلا يسحبهما سحبا على الأرض. وشبه مشيه صلى الله عليه وسلم بأنه كأنما ينحط من صبب مثل الجبل أو المرتفع، كأنما ينحط من صبب ينزل من مرتفع. وكان صلى الله عليه وسلم في جلوسه كريما قويما، كان يجلس القرفصاء أحيانا، وهي أن يجعل إليته على الأرض ويلصق فخذيه ببطنه ويتكي، يضع يديه خلف ساقه صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة معروفة. كما كان صلى الله عليه وسلم ربما يمد ساقيه ويضع إحداهما على الأخرى، وربما اتكأ نبيكم صلى الله عليه وسلم على وسادة يساره. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ويكره ذلك إلا لمعذور ككبير سن أو من يشق عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل تمرا مرة وهو متكئ على جدار من شدة الجوع،
أما عن معيشته صلى الله عليه وسلم فما شبع نبيكم من خبز ولا لحم إلا على ضفف، يعني إلا إذا نزل به ضيف فيؤانسهم صلى الله عليه وسلم بالأكل. هذا من المستحب إذا جاءك ضيف أن تأكل معه وتؤانسه بأكله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع من أكل ولا من لحم إلا أن يدخل عليه ضيف، هذه كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. فمن السنة ألا يشبع الإنسان إذا أكل الأكلة، وهو من أصح شيء على جسد الإنسان. وربما أتى الهلال على نبيكم صلى الله عليه وسلم تلو الهلال لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني شهرين كاملين لا يوقد في بيته نار. كان صلى الله عليه وسلم أكله وشربه فيها التمر والماء. وكان صلى الله عليه وسلم ربما حضر إلى أهله فسألهم عن طعام فإن وجد طعاما وإلا أصبح صائما. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يدعو على ما يجد من طعام أو لبن ونحوه، حتى ولو كان قليلا، فيدعو لمن يأكل معه أو يشرب، فيطرح الله جل جلاله البركة في ذلك الطعام أو الشراب. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع صلى الله عليه وسلم، ويلعق أصابعه إذا انتهى من أكله، وكان يلعق القصعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان لم يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني على مثل الطاولة، على شيء مرتفع، لم يأكل على خوان، وإنما كان يأكل على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وأكل صلى الله عليه وسلم اللحم، وكان يحب المقدد منه، يعني ما نسميه نحن قفر اللحم. كان صلى الله عليه وسلم يحب المقدد، وكان يعجبه الذراع في الذبيحة. وأكل صلى الله عليه وسلم الدجاج ولحم الحبارى، وأكل الأرانب، وأكل الجراد وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مطبوخا ومشويا، وكان يأتدم بالخل، فربما كان خل عنب أو تمر، فربما كان خل تمر أو عنب، وهو أغلب ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير، وربما أكله مع التمر ويكتفي به. وكان صلى الله عليه وسلم يحب زيت الزيتون، ويقول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكان يأكل الخضار، ويحب الدباء وهي القرع ويكثر منها. وكان يحب الحلواء والعسل، ويأكل القثاء بالرطب والبطيخ بالرطب. كان الصحابة رضوان الله عليهم أول ما تثمر الثمرة عندهم يأتون بأول ثمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو بالبركة لهم، ويدعو لأهل المدينة بالبركة كما بارك الله لأهل مكة. ثم ينظر في المجلس فينظر أصغر أحد في المجلس من الصغار من الأطفال، فيدعوه ويعطيه هذه الثمرة ليأكلها. وأما شربه صلى الله عليه وسلم فكان يحب الحلو البارد، ويحب اللبن، وكان يشرب قاعدا، وربما شرب واقفا للحاجة، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم واقفا. فإنه يكره للإنسان أن يشرب واقفا، بل بعضهم حرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب واقفا فليستقي، لكنه يصرفه عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فإذا كانت هناك حاجة للوقوف يشرب واقفا. وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاث مرات في الشرب، يشرب ثم يتنفس ثم يرجع، ثم يتنفس ثم يرجع بعد ذلك. وربما شربه بنفسين، ونهى أن يشرب الإنسان بنفس واحد، وشبه ذلك بالبهائم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمي عند أكله، ويحمد الله تعالى عند نهايته. فمن نسي فقد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: بسم الله أوله وآخره. وكان من حمده صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أما عن اهتمامه ونظافته صلى الله عليه وسلم فكان يحب الجمال والمظهر الحسن، وكان يدهن غبا، يعني يوما بعد يوم، حتى لا يكون فيه شيء من الترف. وكان يحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء.
وكان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي صححه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أما عن حديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه فما أجمل كلامه وما أروعه. كان يتكلم مترسلا ليس بسريع ولا ببطيء، وكان من يسمع منه يعقل عنه، وربما صلى الله عليه وسلم ردد الكلمة والكلام 3 مرات ليفهم من حوله أو يؤكد لهم أو يحذرهم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما تمثل ببعض الشعر، وربما أنشد هو وأصحابه أحيانا أخرى. وكان يسمر مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ويأنس معهن في الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يضاحك الصحابة، وكان أغلب ضحكه تبسما، وما رؤي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، وربما ضحك حتى بدت نواجده صلى الله عليه وسلم. وكان يمازح مزاحا خفيفا لطيفا، وما كان يقول إلا حقا. أما نومه فكان ينام على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ويضع كفه اليمنى تحت خده. وورد من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقوله صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان فراش نبيكم صلى الله عليه وسلم من جلد حشوه من ليف، وكان خشنا ولم يكن مرتفعا له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فإن قلنا يا عباد الله هذا هدي رسول الله، فليس كله معناه أنه سنة ويستن بذلك، ولكنه هدي رسول الله وأفعاله. فمن فعل ذلك حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك، كما كان يفعل ذلك الصحابة ويفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه. كان يفعل كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأكل مما أكل ويشرب مما شرب منه صلى الله عليه وسلم ويلبس مما لبس. فمن فعل ذلك أجر على اهتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة المشروعة فإنه يسن للإنسان أن يفعلها اتباعا لله عز وجل، اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعادات التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه ومشربه وماكله وغيره ومجلسه صلى الله عليه وسلم، فهي هدي من هديه، منها ما هو سنة ومنها ما هو من عاداته. فمن فعلها فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى هديه وأجر على ذلك. وأما عبادته فخذوا بعض هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته. كان يقوم الليل إلا قليلا، يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه صلى الله عليه وسلم، حتى تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتناشده أن يقف وأن يذكر غفران الله عز وجل له لذنبه ما تقدم منه وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أوتر ب13 أو 11 ركعة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي واقفا، وربما صلى صلوات الله وسلامه عليه جالسا، كما كان ذلك في آخر حياته. وكان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل، ثم يقوم آخره، ثم يرجع لينام أو يلاعب أهله، ثم يصلي ركعتين خفيفتين بعد الأذان. وكان يصلي الضحى 4 ركعات أو أكثر. وكانت نافلته في البيت كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. وأما صيامه فكانوا يقولون يصوم حتى قلنا لا يفطر،
ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم الاثنين ويصوم 3 أيام من كل شهر. أما قراءته للقرآن فكانت قراءة مفسرة هادئة يقرأ فيها مدا، مثل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولا يسرع بها صلى الله عليه وسلم. وكان من قراءته في سورة الفاتحة كان يقرأ: الرحمن الرحيم، قالوا يمد بها مدا صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم بكاؤه بكاء غير متكلف، فكان لجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني كغليان القدر. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم التواضع، يعود المرضى ويداوي الجرحى ويمشي مع الفقراء ويأكل معهم ويمشي مع المحتاج ويركب الحمار ويجيب الدعوة ويفلي ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعين أهله. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، رباه ربه سبحانه فأحسن تربيته. كان عظيم الخلق، سمح الطبع، رائع اللسان، ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش بذيء ولا ينتصل لنفسه. وكان يكثر العفو ويكافئ على الهدية ويقبل بوجهه لمن أقبل عليه ويسلم على الصبيان ويمازحهم. كان حييا كريما أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في سترها. كانت وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم فاجعة في التاريخ. قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. اللهم اجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا، اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على هديه وسنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على سنتي حتى نلقاك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قل عثرتنا واغفر زلتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، والطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والطف بالشام وأهلها واجعل لها فرجا قريبا، والطف بالعراق وأخرج الصفويين أذلة صاغرين، والطف باليمن وأهلها واخرج الحوثيين أذلة صاغرين، وانصر جنودنا المؤمنين المرابطين على الحدود كلهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واصلح ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا سحا طبقا، مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. الله أكبر الله